السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا من آخر مرة كنا مع بعض فيها. نازلة النهاردة اشتري لبس العيد وقلت يلا بقى فلوج كده للمحل اللي احنا رايحينه. يا رب المحل يعجبكم، كنت صورت لكم منه قبل كده حاجات البيبي. والنهاردة بقى نازلين نتفرج مع بعض ونشوف مع بعض هنجيب ايه للولاد. بصوا هو ده الشارع اللي هو فيه المحل. هكتب لكم العنوان كله ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بقى ندخل المحل، لايك على السريع ويلا بينا ندخل. بصوا بقى هو ده المحل، احنا كده دخلنا خلاص. المحل ده مخصص للبيبيهات اكتر. هو ليه فرع تاني عند تشاو، هو قصاد بعد تشاو بشوية. اللي هيروح هناك هيقول الضحى بقى، بس الضحى سنتر للكبار شوية، هيلاقي المقاسات اللي أكبر من كده. المحل ده برضو فيه حاجات على مقاسات ولادنا وعلى مقاسات رفيف. بس البيبيهات أكتر، فأنا قلت خلاص. استأذنت من صاحب المحل ومن الموجودين ان انا اصور علشان كل المامي الجديدة اللي ربنا كرمها ببيبي واول عيد ليه معاها. ان شاء الله الموديلات والحاجات اللي في المحل ده تعجبها. يلا بقى اتفرجوا معايا على موديلات البيبيهات وان شاء الله تعجبكم. بصوا حاجات البيبيهات البنات حلوة قوي. انا حاولت اصور بقى بالراحة اكتر من المرة اللي فاتت علشان كلكم قلتولي كنت عايزين نتفرج بالراحة شوية. بصوا الجمال حلو قوي ما شاء الله. الحاجات دي من عمر تقريبا بيبيهات لغاية تقريبا 6 شهور. تفاصيلها حلوة. هم عامة البنات لبسهم شيك قوي ما شاء الله في العمر ده. هنا الشميزات بقى، الحاجات دي بقى تقريبا بقى من عمر سنة وفوق. ودريستات حلوة قوي والوانها حلوة، الوانها رقيقة خالص. الحاجات دي بقى بتبقى سلوبتات كده بشورت وبنطلون، مناسبة لعمر البيبيهات في السن ده، بحيث انك ما تلبسيهمش كولون او حاجة تحت الفستان. بيبقى منه فيه كده. ولا تلبسي بقى حاجة من تحت، بتبقى شيك قوي. العمر ده اصلا ما شاء الله يتاكل كده. ربنا يحميهم. وبصوا الوان الحاجة حلوة قوي مبهجة. الصيف السنة دي غير كل العيد السنة دي غير كل الاعياد. ده بجينز كده. وده برضو شورتات من تحت بس الوان. ندخل بقى على الشباب البيبيهات الولاد. برضو حاجتهم حلوة جدا. وحاجات كلها قيمة. انا معرفش اسعار، بس اتفقت مع الموجودين ان شاء الله لما الفيديو ينزل هم ان شاء الله هيردوا على كل الاسعار ولكل الاستفسارات اللي انتوا هتسألوها لي. كلها حاجات حلوة قوي. بس للأسف العمر ده خلاص بودي كبر على الحاجات دي. فانا برضو جبت له حاجات تانية ان شاء الله هوريها لكم. هنا اللكاليك والشرابات والحاجات اللي هي بتاعت البيبي يوم السبوع بقى، والحاجات بتاعت البنات كلها كده على ستاند واحدة. برضو جميلة. هنا بقى حاجة البنات الحلوين الأنسات الأمارات. رفيف هتختار من الحاجات دي. عندهم حاجات حلوة جدا وتشكيلة حلوة قوي للسن المحير كمان.
اسيبكم بقى تتفرجوا، لان في فساتين وحاجات كتير قوي. رفيف هتختار، وان شاء الله رفيف ان شاء الله توريلكم لبس العيد بتاعها باذن الله في فيديو تاني. هنا كل الحاجات دي اللي هي الجينز بقى اللي عليه باليروهات، والاطقم اللي على بعضها، يعني بيبقى طقم كده على بعضه. تي شيرت عليه باليرو جينز مثلا او حاجه من فوق، وبنطلون من تحت، واشكال بقى ممكن قماش وممكن جينز. وكل حاجه ليها شنطه تقريبا. بس هو المحل كان زحمه في الوقت ده فمعرفتش اصور قوي يعني. دي فساتين بقى للبنات اللي بتحب الفساتين بقى البرنسس، اللي زي بنتي. رفيف مش بتحب تجيب البنطلونات خالص في العيد، ولا انا بصراحة. دي تشكيلة حلوة جدا. ندخل بقى على الحاجات بتاعة البيبيهات، عشان برضو قلت اصورها علشان المامي الجديدة تستفاد. دي بقى مخدات الرضاعة، دي مخدات اللي هي البيبي بينام عليها، مش مخدات الرضاعة، لا دي حاجات صغيرة. والكار سيت بقى والعربيات بقى وكل الاشكال والالوان بقى هتشوفيها بقى في الفترة الجاية دي. انا كنت صورت الجزء ده في المرة اللي فاتت، بس هما جابوا حاجات جديدة لان هما متنوعين بصراحة. وعندهم برضو بصوا التتات، شوزات بقى بتاعت البنات وحاجات حلوة كيوت قوي. بصوا ده جميل. دي بقى الحاجات اللي هي التاتا بتاعت البيبيهات اللي لسه مولودة. فكروني بأيام فوفو، كنت بجيب لها الحاجات دي. عندهم تشكيلة كبيرة جدا وحاجات كلها جديدة. البافتات بقى القطن ومن تحت مشمع طبعا علشان ما تبلش البيبي، بأشكالها وأنواعها وكمان سعرها. وكمان في سيليكون علشان لما توقع ما توقعش على البيبي، ليها حتة من تحت كده ما بتنزلش الأكل على الأرض، اللي هي دي. تيجي بقى البيبي ينزل كده في الأكل عليه، لا ما ينزلش عليه، يفضل في الحتة اللي تحت دي. ده طقم كده عجبني برضو جدا جدا جدا. فوطة، وفوطة صغيرة، وتقريبا وتقريبا ليفة. بس هي متركبة كده على هيئة ان هي تبقى دباديب يعني. نيجي بقى للعربيات والكارسيت والحاجات دي. دي السراير برضو. مش بتتهز. انا مش انا جيت اهزها ما لقيتهاش بتتهز، بس مش عارفة بقى فيها الامكانية دي ولا لا. دي الشنط بقى بتاعت البيبي بتاعت الخروج، لما تيجي بقى تحطي حاجتك فيها وانتي رايحة لمامتك لحماتك وانتي خارجة النادي. آه، برضو تشكيلة حلوة جدا، فيها للولاد وفيها للبنات.
انا عندي العربية دي للولاد حلوة جدا. الحتة اللي تحت دي اللي بيتحط عليها رجل البيبي دي بتتفك خالص وبتتشال، علشان البيبي يشيل رجله من عليها ويحط رجله على الارض ويزق ويمشي لوحده. حلوة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الموديلات تكون عجبتكم واديتكم فكرة كده عن اللبس اللي نازل السنة دي. يلا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي قناتي، اشتركي وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل حاجة جديدة انا بقدمها. بحبكم جدا في الله. استودعكم الله، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.